اوعى تزعل ابوك وامك، لحالك يغمك. اسمع مني، لان ده في مصلحتك قبل ما يبقى في مصلحة اي حد تاني، لان رضا ربك من رضا الوالدين. لو انت مش دريان، ما هو قالك لا تقل لهم افا ولا تنهرهما، ولا تنهرهما توصل معاك لمرحلة انك ما تبصلهمش بصة فيها تكشير. فيه الرزق يجي ليك، فيه الدنيا كلها تسعى من حواليك تجيب لك السعادة والنور يملأ قلبك وعينيك، تلاقي الناس كلها بتحبك. ما هو ربك حبك، واللي بيحبه ربه بيحبب فيه عبده. والرزق اللي يجيلك هيبقى كتير، مش رزق مال بس، ده رزق في ستر وصحة وفي العيال. عيالك هم كمان يطلعوا بارين بيك. ما هو زي ما تفعل يا ابن آدم يتفعل ليك انت كمان. وخلي بالك ان غيرك يتمنى النعمة اللي انت فيها، بس اوعى تبقى خيبان. بص لاصحابك، اي واحد يتيم اب ولا ام، شوف حاله بيبقى عامل ازاي يوم ما بيلاقي اي مناسبة وهو فيها وحيد، معهوش السند والحنية. يوم ما بينتقلوا لرب العالمين صدقني بتسود قدامك حتى لو انت مين. ساعتها بتحس انك انت في الدنيا دي لوحدك قالون، مش هتلاقي حد بيحبك بإخلاص زيهم. ده هم بس اللي في الدنيا يتمنوا انك انت تبقى احسن منهم. فعلشان كده اغتنم الحسنات، وخليك دايما بر بابوك وامك.